شوفي وبرضك جاري البحث عليهم وجاري التحاليل وطلعت برضك التحاليل سلبيه. طيب لكن احنا مزيد من التحاليل لربما يكون نوع جديد من الفيروس ما نعرفوش. طب حضرتك ممكن تقول لنا كده الاعراض دي عباره عن ايه يا فندم اللي بيجوا الناس هم جايين بجاسترونترايتس او التهاب معوي اللي هو اسهال وقيء. اسهال وقيء في حراره او حاجه او اسهال وقيء ومغص يعني واخده بال حضرتك لكن ما هوش برد ولا كحه ولا الكلام زي ده يعني ولا حراره. ما هي بتبقى فيها حراره طبعا. بيبقى فيه حراره. طب يا فندم يعني حضرتك بتقولي التحاليل كلها طلعت سلبيه يعني الناس دي لا اكلت ولا شربت؟ بكتيريا الحاجات اللي نعرفها كلها فيروس وبكتيريا طلعت سلبيه. دي زي ما قالوا اللي هي التحاليل بتاعت وزاره الصحه لما الطب الوقائي راح والطب العلاجي وعملوا التحاليل والمعامل عملت بالنسبه للميكروبات اللي احنا عارفينها طلعت سلبيه. طيب هو انا يا فندم امتى اقول على اللي بيحصل ده عدوى او اقول وباء؟ لما وباء ده يعني يكون في فيروس معين او بكتيريا معينه اتعرفت واي حد يجي جنب الناس دي تاجي يعني يبقى انفكشوس يبقى معدي. تمام. طب الناس اللي جت وتم يعني اللي كانوا في المستشفى سواء اللي موجودين لا مش معديين مفيش عدوى حدثت مش انفكشوس اصل وباء او كده يبقى حاجه معديه بقى والناس وتبقى ايبيديميك وتبقى في كل المكان. لكن هم بيتين دول ممكن يكونوا اكله مش مظبوطه حاجه. طب هي الحالات كلها من نفس الاسره؟ اللي هم الحالتين ال11 من بيتين جنب بعض والحاله الاربع حميات امبابه من بيت واحد. طب يا فندم دلوقتي نحذر الساده المواطنين لما ابص الاقي اعراض زياده في منع العدوى يعني ايه غسيل الايدين كويس غسيل حاجه كويس حط الحاجه في الثلاجه مفيش حاجه تقعد بره بتتاكل ثاني يوم. تمام. يعني ايه يبقى مزيد من منع العدوى يعني. طيب لو حد ظهر عليه الاعراض دي يتجه للحميات على طول اتجاه حميات امبابه وحميات العباسيه. طيب لو حد يا جماعه ظهر عليه اي اعراض القيء الاسهال حراره عاليه مغص شديد نتجه على طول لحميات امبابه او حميات العباسيه. طيب عموما انا يعني بشكر حضرتك يا فندم. ربنا يسلم يعني ان شاء الله يا فندم. بس طب حضراتكم في اي يعني تعاون زياده مع وزاره الصحه؟ انا من امبارح ومن اول امبارح وانا على اتصال بحميات امبابه عشان هي دايرتي والكلام زي ده واكيد النواب التانيين في حميات العباسيه كده فاحنا على اتصال على طول يعني لان احنا عندنا في امبابه حاجه ثانيه برضك الثلاث بيوت اللي هبطت بيهم الارض فامبارح كان يوم غريب بالنسبه لي يعني 3 بيوت هبطت بيهم الارض. طيب ربنا يكون في عونكم يا فندم والله يعني لا احنا ملاحقين على اللي في حميات امبابه ولا اللي في ربنا يعني فعلا يلطف بعباده ان شاء الله يا دكتوره. ويعني هنحاول طبعا نتابع مع حضرتك عشان بس نطمن لحد دلوقتي يعني الموضوع المفروض ان هو متسيطر عليه. اي اعراض يا جماعه نتجه فورا لحميات امبابه او للعباسيه فورا لحميات العباسيه او حميات امبابه. دكتوره شاديه ثابت عضو لجنه الصحه بمجلس النواب شكرا جزيلا وان شاء الله ربنا حتى يعني يقومكم كلكم بالسلامه. بس ناخد بالنا يا جماعه جدا ونراعي جدا برضو ان احنا نحاول برضو ناخد بالنا